يا صباح الجمال، ايه رأيكم؟ شايفين ايه القمر ده؟ بلح شام، شايفين عامل ازاي؟ ولا اللون ذهبي وجميل ومقرمش؟ الله، حلو قوي. هنعمله النهارده بطريقه سهله جدا وبتكاته وحركاته، وتركزوا معايا عشان يطلع معاكم احلى احلى 100 مره من الجاهز، وطعمه ولا اروع من كده ولا اجمل من كده. اختراع يا كوتش. على بركه الله كده هنبدا. انا الكوبايه الكبيره دي مقاس 3 كوبايات. دي هنا معلقتين جوز هند وربع كوبايه زيت، كلهم هضيفهم مع بعض وارفعهم على النار لحد ما يغلوا. في الوقت ده انا هجهز الدقيق بتاعي المقدار المظبوط، كوبايه ونص نشا وكوبايه ونص دقيق. واهم خطوه هنا ان انا الاتنين انخلهم مع بعض واقلبهم كويس جدا، لان اهم حاجه النشا ما يكونش فيه تكتلات، وفي نفس الوقت لما يكون الدقيق والنشا مع بعض مخلوطين كويس جدا هيطلع عندي بلح الشام ناشف وجميل ومقرمش. انا هسيب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف، وممكن تاخديها سكرين وتعمليها براحتك، بس ركزي معايا في الخطوات عشان يطلع معاكي جميل قوي زي اللي انت شايفاه قدامك ده. بعد ما نخلهم كويس جدا مع بعض لازم تدمجي المكونات كويس، لازم تدمجي الدقيق مع النشا كويس وتقلبهم مع بعض كويس جدا، دي اهم نقطة. هبدأ اول ما تغلي عندي المية هضيف عليها الدقيق بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ان انا اقلب بسرعه وتكون الميه مغليه كويس. انا رفعتها بس من على النار عشان اضيف نص كميه الدقيق وهرجع اكمل تاني على النار. المفروض بتسوي الدقيق في قلب الميه المغليه عشان تطلع نتيجه بلح الشام جميله معاكي. معايا وقت على النار حوالي من 5 ل10 دقايق. انا قلبت الاول بالويسك، وبعد كده الويسك منفعش معايا، جبت معلقه كبيره بتكون افضل في المرحله دي، وابدا اقلب كده كويس قوي على النار، بحيث اهم حاجه ان الدقيق والنشا يتشربوا كويس في الميه، وفي نفس الوقت انا كده بسوي العجينه وبطيبها على النار، ودي اهم تكه عندي هنا في بلح الشام. بعد ما قلبتهم كده على النار حوالي 5 ل10 دقايق انا هاجي اطفي النار واقفل على العجينه واغطيها واسيبها كمان 10 دقايق، بحيث ان هي برضو كده بتستوي معايا، وفي نفس الوقت اسيبها لحد ما تبرد واجهز كمان الشربات. الشربات المظبوط عندي هنا 2.5 كوباية سكر و2.5 كوباية ميه، وعليهم عصرة ليمونة. حكاية بقى ان الشربات بيسكر والخزعبلات اللي بسمع عليها دي ما انزل الله بها من سلطان، يعني احنا طول عمرنا بنعمل الشربات ما بيحصلوش اي حاجة، ولا بيسكر معانا ولا بيحصل له اي حاجة. اول ما يغلي معايا هعصر عليه الليمونة واهدي النار واسيبه لحد ما يجهز. هياخد على النار كده حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على نار هادية. اول ما الاقيه بدأ يرغي كده من على الوش اعرف خلاص ان الشربات عندي كده بقى تمام جدا وجاهز. اسيبه يبرد. هجيب بقى العجينة بتاعتي وامسكها اعجنها كويس لحد ما اتأكد ان هي بدأت تبرد خالص عشان ابدأ اضيف البيض. انا هضيف 3 بيضات بس، وهضيف عليهم كيسين فانيليا، ده المقدار، وانا هسيبلك كل حاجة في صندوق الوصف. المرحلة دي بس بتاخد وقت طويل شوية، لان انا هنا لازم اشرب البيض كله في العجينة، ولان العجينة بتكون شبه مستوية فبيكون شكلها مش ظريف شوية، لكن اهم حاجة تعجنيها كويس. وبعد ما تعجنيها انت بس مجرد بتحطي نقطتين زيت في الاخر بتخلي العجينة تسيب من ايدك وتبقى كويسة جدا معاكي، ومش بتلزق في الايد ولا حاجة. عندي بقى هجيب طاسة، الطاسة دي على البارد هزود فيها كمية زيت كده معقولة تكون متوسطة، ولازم هحط بلح الشام على البارد، واهم حاجه انه بيستوي على نار هاديه جدا عشان تاخدي افضل نتيجه واجمل طعم. هبدا اجيب قطعه قطعه اكورها. افضل طريقه انا هنا لقيتها النهارده ان انا هستخدم اعملها رول على الصينيه، في 5 دقايق بالظبط تعمليها رول، سهوله جدا جدا جدا. بكف ايدك كده اهو او بصوابعك هتبرد معانا بسهوله جدا لان عجينه ما شاء الله مظبوطه. وابدا اضيف بلح الشام على البارد. عايزه صوابع طويله زي ما تحبي، عايزاها قصيره برضو زي ما تحبي. هعمل لكم كمان هنا واحده عشان تشوفوا احنا بنعملها ازاي بسهوله قوي. يا دوبك كده برولها على الصينيه، جينا معايا بتكون طريه مش ناشفه.
شايفين بسهولة جدا، بسهولة. الموضوع ما خدش معايا 5 دقايق بالظبط. على نار هادية بقى هرفع عليها الطاسة. اهم حاجة تكون النار هادية. اول ما يبدأ يستوي عندي بيعمل رغاوي كده، الرغاوي دي بسبب البيض. بعد كده بيقل شكل الرغاوي ويبدأ يستوي عندي. طبعا في الوقت ده انا هكون بجهز بقية العجينة. اول ما الاقيه اخد لون من تحت ابدأ اقلبه كده، واقلب الجنب اللي هو لسه ما اتحمرش بالراحة كده خالص عندي على النار. هلاقيه ما شاء الله، شايفين الصوت ناشف ازاي وعامل ازاي، جميل جدا. اهم حاجة قلنا تبقى النار هادية، ما ينفعش اعلي عليه النار. ده كده ممكن يفضل معاكي في التلاجة اسبوع بنفس الهشة ونفس القرمشة. اطلعه، طبعا بيكون عندي الشربات هنا برد، اطلعه على شربات بارد، والشربات قلنا يكون تقيل، وارجع اصفيه من الشربات وبألف هنا وشفا. شايفين ما شاء الله اللون جميل ازاي، وبيقطع عندي كمية حلوة قوي. طبعا انا في الوقت ده بيكون الزيت برد شوية. على ما اطلع الكمية الاولى من الشربات بيكون الزيت عندي هدي، واقدر اضيف الكمية التانية. بالتدريج كده لحد ما اخلصهم كلهم. ودي كده اخر طاسه معايا. شايفين كميه الزيت، ما شربش زيت، يعني كميه الزيت اللي شربها قليله جدا، فبالتالي هو كده جميل قوي. نكهته يا جماعه ولا اروع، ما شاء الله. شايفين عندي قد ايه الكميه اللي طلعت؟ 3 اطباق كبار، جميل جدا. ممكن تضيفي عليهم حبه جوز هند، ممكن تسيبيه ساده، انتي براحتك. شايفين ما شاء الله، شايفين لونه عامل ازاي، جميل خطير يا جماعه. والله جربوه وقولوا لي في التعليقات عامل ايه معاكم. جميل جميل جدا. صوت ما شاء الله مقرمش جدا من بره، وفي نفس الوقت بطنه طريه، وممكن يقعد معايا في التلاجة 4-5 ايام. جميل جدا، ما بيتطرش معايا. شايفين الجمال عامل ازاي، ونكهه ليه نكهه كده مميزه. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي وشير ولايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحه وعافيه.